السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية فيديو جديد. أهلا بكم في قناتي، قناة بيتك أجمل مع مروة. قبل ما أبدأ معاكم الفيديو متنسوش الصلاة على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. الفيديو بتاع النهاردة يا بنات مشتريات كده من الخضار وكمان روتين. حطولي كده لايك وكومنت حلو منك، ويلا بينا نبدأ الفيديو. اول حاجه كده يا بنات، بدات بقى الفيديو بتاع المشتريات اللي انا جبتها. جبت كده كيلو من الفلفل الاخضر. الكيلو ب15 جنيه، بس هو الفلفل بصراحه حلو. اخر مره اشتريته كان الكيلو ب10. فطبعا لما نزلت ان انا اشتري الاسبوع ده لقيت سعره عالي. هنا كده الفلفل طبعا انا جايباه ونجيته كده صغير عشان خاطر عايزه اعمل محشي. فقلت الفلفل الصغير بيكون حلو في المحشي وبيكون شكله حلو. فجبت كيلو ب15 جنيه. جبت كمان كيلو من الطماطم الاتنين كيلو ب35. الطماطم لسه سعرها عالي، ما رخصتش. ف ب20 وب25 و... ولسه يعني الحمد لله هي نزلت شوية، يمكن من 20 ل17.5. فجبت كده كيلو واحد بس، عشان خاطر لو حبيت ان انا اعمل سلطة تكون موجودة عندي. الكيلو كان عامل 17 جنيه ونص. ما حبيتش ان انا اكتر بصراحة، وقلت ان انا هجيب على الجد. جبت كمان كيلو من الفلفل الاحمر، كيلو الا ربع من الفلفل الاحمر. الفلفل ده فلفل بلدي بس بصراحة حلو، والسعر بتاعه يعني حلو، يعني مش غالي. هو الفلفل الاحمر دوت موجود كتير في السوق الايام دي يعني، وسعره رخيص يعني. فانا جبت كيلو الا ربع ب5. الكيلو ونص ب10. فقلت ان انا بحب ان انا اشتريه، يعني في الموسم بتاعه كده بشتريه طبعا، وبفرمه كده في الكبة وبحطه في علبة وبحطه في الفريزر. بينفع بقى لو عملت سمك، عملت باذنجان مخلل، فبينفع في الحاجات اللي زي كده. جبت هنا كده البطاطا الكيلو ب10. جبت كيلو ونص ب15. انا بصراحة بقالي كتير فترة طويلة ما اشتريتش بطاطا، فلقيتها حلوة فرحت اشتريت. طبعا هي البطاطا تقيلة، فالتلاتة او الاربعة بتلاقوهم بيوزنوا يعني. جبت هنا كده كمان كيلو من البدنجان اللي هو الحشو. الكيلو اللهم صل على حضرة النبي، الكيلو ب10. فانا جايباه عشان هعمله مخلل. بصراحة بعمله واحطه كده في علبة واشيله في التلاجة، بينفع في اي وقت بتطلعي منه وبتاكله، بيكون طعمه حلو، بيكون جاهز على طول على الاكل. بتحطي بقى في مع اي اكل، فبيكون حلو. جبت كمان كيلو بدنجان عشان خاطر لا، كيلو ونص ب10. قلت برضو بحبه يكون عندي لو حبيت ان انا اقلي منه في الفطار. حبيت ان انا مثلا اعمل منه صينية، فبيكون حلو وبينفع. طبعا الخضار يعني اي حاجة عندك بتكون موجودة عندك في التلاجة بتنفع في اي وقت. تعملي مثلا فطار او عشاء او اكل شعبي كده. برضو البتنجان بينفع في الاكلات الشعبي، بيكون حلو. بس هي ديت كل المشتريات يا بنات اللي انا جبتها، وكمان عرفتكم الاسعار اللي انا اشتريت بيها. اول ما جيت بصراحة حطيت الشنط بتاعتي في التلاجة، وبعد كده بعدها بشوية بقى دخلت طلعتها وكده وصورتها معاكم، وقلت ان انا هعمل معاكم روتين. بصوا انا الحاجات دي الخضار بجيبها، بغسلها كده واحطها في مصفى، واحطها في التلاجة عندي بتكون جاهزة كده على الاستخدام او على الاكل على طول. ما بحبش ان انا احط الحاجة بشنطها كده وتفضل بشنطها لحد ما تخلص وهي في الشنطة بتاعتها. ما بحبش الحركة ده خالص بصراحة، بيكون شكل التلاجة مش حلو، ويكون الشكل بتاعها مكركب. وكمان الحاجة لما بتكون مغسولة، الواحد كده يبقى يعني ليه نفس ان هو يمد ايده وياخد الحاجة، مثلا لو عايز ياخد، لو مثلا جايبه فاكهة او خيار، والحاجات دي كلها بتكون سهلة ان الواحد ياخد وياكل كده على طول. فانا هغسل الخضار بتاعي واسيبه يصفى خالص، وبعد ما يصفى هبدأ ان انا ارصه كده في التلاجة. معايا كمان الفلفل دوت اللي هو الفلفل الاحمر، هغسله معاكم، وهنعمله كمان في الكبة على طول، يعني هفرمه في الكبة عشان خاطر احطه كده على طول في كيس او في علبة واحطه في الفريزر. اطلع بقى عندي الاستخدام، عندي الاستخدام بقى بطلعه. يعني اخد كده مثلا معلقة او معلقتين على الحاجة اللي انا هعملها.
ادي البدنجان بعد ما غسلته شلت الحته الخضره الزرعه اللي فيه الخضره، وبعد كده ايه رحت فتحته كده بالطول بالسكينه، اديته كده فتحه كده بالطول، وهبدا ان انا اجليه. وادي هنا كده يا بنات الفلفل كمان بعد ما غسلته وشلت القلب بتاعه البذر والحاجات اللي بتبقى في قلب الفلفل، وهنفرمهم مع بعضينا. بس هنا كنت حاطه الطاسه فيها زيت، سبت الزيت بتاعي لحد ما يسخن، وهبدا انزل بالبدنجان عقبال ما البدنجان بتاعنا ما يتجلى. هبدا اكون انا فرمت الفلفل. بص البدنجان المخلل في ناس بتسلقه في ميه عادي، لكن بصراحة انا بحب الطريقة ديت، بحب ان انا اقليه في الزيت. ايوه انا عارفة ان هو الجلي مش يعني هو مش اصح حاجة، بس لما بيتسلق بصراحة بيكون طعمه مش حلو، مهما تعمل له خلطات وتوابل والكلام ده كله برضه بيكون طعمه مش حلو، طعمه مش بيعجبني بصراحة. لكن في الجلي انا عشان بحب البدنجان مقلي فبحبه، حتى البدنجان مخلل بحب ان انا اقليه. بص هنا كده فرمت كمية الفلفل كلها، وجبت كده علبتين عندي يعني موجودين عندي، فبدأت ان انا افضي كمية الفلفل. انا ولا هضيف له ملح ولا هضيف زيت ولا اي حاجة، هو الفلفل زي ما هو كده وخلاص على كده. حابة تحطيه في اكياس عادي تحطيه في اكياس وتفرديه وتحطي في الفريزر، ومنين ما تحتاجي تطلعي الكيس يعني ما تسيبيش الكيس بتاعك لحد ما يفك، لا تكسري الحتة اللي انت عايزاها وترجعي الكيس مكانه في الفريزر على طول، ما تخليهوش يفك خالص، عشان لو فك وبعدين جمد هيبوظ منك. خلاص كده حطيته كده على علبتين، وجبت هنا كده ديت الحشوة بتاعة البدنجان المخلل، معايا توم، وخدت كده شوية من الفلفل اللي انا فرمتهم. هضيف الملح وهضيف التوابل، ملح وكزبرة وكمون وفلفل، اي توابل انت بتحبيها. هنخلطهم كده كويس مع بعضهم، وبعدين هيكون البتنجان بتاعي خلاص اتجرى، هنطلعه كده من الزيت واسيبه يهدى شويه، بعدين ابدا ان انا احشيه. بصوا هنا كده هنحط على الخلطه، هحط عليها شويه من الخل وهحط عليها نص ليمونه. هعصر عليها كده نص ليمونه عشان خاطر بيكون طعمه حلو، الخل مع الليمون مع الثوم مع الفلفل والتوابل والملح بيخلي طعم البدنجان بتاعك بيكون حلو. هنا خلاص طبعا انا كنت طلعت اول طاسة وحطيت باقي الكمية وسيبتها كده لحد ما اتجلت خالص، وبعدين هنطلعها مع بعضينا. بس طبعا كده بديله كده تقليبة كده وهو في الزيت عشان خاطر الناحية التانية تستوي ويكون كله مستوي زي بعضيه. حابة تطلعيه على مناديل المطبخ مفيش اي مشكلة عادي، يعني طلعيه عشان لو حابة الزيت الزيادة اللي فيه يعني ينزل وكده ويتصفى، هيكون برضو معاكي حلو. خلاص كده يا بنات ادي طلعت كده الكمية كلها وسبتها لحد ما هدت عشان اعرف اتعامل يعني وامسك الواحدة كده واحشيها. فسبت طبعا لحد ما هدي شوية. ومعايا هنا كده العلبة اللي انا هرص فيها البتنجان بتاعي، هاخد كل واحدة كده وهاخد كده من الخلطة اللي انا عاملاها او الحشوة اللي انا عاملاها، وهبدأ افتح كده البتنجان وهبدأ ان انا احشيه. الطريقة دي والله العظيم بتكون حلوة وطعمها يعني بجد والله العظيم طعمها تحفة، جربوها بالطريقة دي وان شاء الله كده هتعجبكم. انا عارفة ان في ناس كتيرة يعني بتعمله، يعني هو مش اختراع ومش حاجة جديدة يعني. هعمل طبعا الكمية كلها بنفس الطريقة. بس طبعا اهم حاجة ان انت تحطيه في علبة يكون ليها غطا عشان خاطر ريحة التوم والخل والليمون يعني ما تبقاش منتشرة كده في التلاجة بتاعتك، لا لازم تكون علبة كده محكمة الغلق.